ستعود مصر إلى المربع الصناعي الأقوى خلال الأعوام ال25 ال26. عفوا، وأنا مسؤولة عن كلامي. ليلى عبد اللطيف توقعاتها ما بتنزلش الأرض، وعشان كده توقعاتها النهاردة عن مصر أثارت جدل كبير على منصات السوشيال ميديا، خصوصا إن توقعاتها بتحصل بشكل كبير. وستصبح مصر من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط، وخاصة في صناعة الملابس الجاهزة والجلود، بالإضافة إلى صناعات عالية للأجهزة الكهربائية. وأرى أن تصدير الصناعات المصرية سيحقق ملايين الدولارات لمصر وأكثر، مما سيرفع ميزان الاقتصاد المصري إلى أعلى المستويات، ويجعل مصر تتعافى اقتصاديا ده في وبشكل كل ده في لافت. 25. نعم. نعم، وبشكل عظيم. لافت وغير مسبوق يا أستاذ عمرو. ستكون مصر بال 2025 أمام مواجهة أكبر امتحان سياسي ووطني في تاريخ مصر. ولكن عندما سنسمع مواقف وقرارات الرئيس السيسي حفظه الله، سوف يكتشف الجميع مدى قوة وقدرة مصر عفوا على التصدي لحماية أرضها وسيادتها عند كل الأزمات الطارئة. تحدي سياسي في مصر. صحيح. مهما كانت الأزمات الطارئة ومهما كانت التضحيات والظروف والصعوبات، وذلك دفاعا عن السيادة المصرية الكاملة بجيشها وأمنها وشعبها وقيادتها تحت